حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. الفيديو بتاعنا النهاردة خطير، أتمنى يعجبكم. هنعمل حاجة حلوة قوي على طول بتطلب مني في البيت للصيف الحلو ده، ترتب علينا ومش مكلفة وكمان على قد الإيد. حاجة كده شبه البودنج وطعمها كده جميل، كل الأطفال هيحبوها وكمان الكبار هيعشقوها. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب. ونبدأ على طول في الفيديو بتاعنا. أول حاجة معانا هنجيب مية من الحنفية، بعد كده هي كوباية مية واحدة علشان هنعمل باكيت جيلي واحد. الكوباية المعيارية دي قد الكوباية العادية اللي بنشرب بيها الشاي. هناخد المية دي بالسكر بتاعها وهنحط 3 معالق سكر كبار. تمام، اللي حابب من غير سكر يبقى تمام، بس أنا لسه هضيف إضافات مش هحط عليها سكر. هناخد المية دي وعلى نار عالية، لازم تغلي كويس قوي علشان الجيلي يدوب فيها. والجيلي ده موجود في السوبر ماركت، جيلاتين. تمام، علشان كل اللي سألوني يعني ايه جيلي، ده موجود في السوبر ماركت باكيتات كده. المية والسكر غلوا خالص على النار، شايفين؟ أول ما يعملوا فقاقيع كده نعد من 1 ل10. بعد كده ننزل بباكو الجيلي وعلى النار علشان كل الحبيبات فيه تيدوب، مش عايزين تكتلات خالص في الجيلي. بعد بقى ما هيدوب بالطريقة اللي انتوا شفتوها، لازم نقلبه كويس قوي. بعد كده هنرجعه على النار ونقلب تاني علشان الجيلي يدوب ويبقاش فيه أي حبيبات. بعد كده هنجيب اللي عايز بقى يزود الكمية يزودها حسب عدد أفراد الأسرة. اللي عايز لون تاني أو طعم تاني، شركة دريم عاملة أطعمة كتير قوي وكمان أطعمة جديدة بمناسبة الصيف. لو رحتوا السوبر ماركت هتحتاروا في الألوان والأشكال على طول. دايما بجيب الجيلي ده في البيت، بيفرح أطفالنا وكمان بيبقى حاجة مضمونة عارفينها عاملينها ازاي في البيت. خلاص، الجيلي معانا داب. هنجيب الخلاط بتاعنا، بعد ما هنسيب الجيلي ده نحطه على جنب يبرد سيكة حبة صغيرين. هنجيب بقى كوباية لبن بنفس معيار الكوباية اللي احنا حاطين عليها مية. تمام، بعد كده هنجيب الخلاط بتاعنا، هننزل بكوباية اللبن، ويا ريت يكون لبن سقعان يعني مش سخن خالص علشان الكريمة تدوب فيه. و3 معالق كريم شانتيه خام مفيش فيه سكر، يعني اللبن متلج وكريم الشانتيه ما فيهوش سكر علشان احنا حطينا سكر. لو هتستخدمي كريم الشانتيه الجاهز اللي هي الأكياس، ما تحطيش سكر في الأول علشان ما يبقاش جزع قوي وما تعرفوش تاكلوه. هنحط كل ده بقى مع بعضه في الخلاط وهنضرب مع بعض لغاية مع اللبن يدوب مع الجيلي وكمان يدوب كل حاجة احنا حطيناها وضفناها. يعني ضفنا الجيلي المتدوب مع 3 معالق كريم شانتيه غير محلى مع كوباية اللبن السقعان. هي متلجة من التلاجة، يعني الجيلي كان سخن سيكة. بعد كده هنحط كل ده في الخلاط وهنضربه لغاية لما يدوب خالص. تمام، الكمية دي هتعمل معايا 6 أطباق متوسطين حلوين. لو حطيتوها في كاسات الآيس كريم هيبقى بعدد أكبر. لو جالك ضيوف مفاجأة ممكن تعملي البودنج ده، بيجمد بسرعة وكمان طعمه حلو وهيسألوكي عاملاه ازاي. خلصنا كده خلاص، هنجيب الأطباق ونصب فيها لغاية لما عايزة بقى تزودي فاكهة ممكن تزودي، عايزة بقى تزودي كمان أي نوع مكسرات كمان زودي. بس أنا لقيته كده طعمه خيالي الخيال، أطعم من الآيس كريم كمان. لو عملتيه مش هتبطلي تعمليه كل يوم، بجد طعمه حلو خالص. يا ريت تجربوه وتقولولي ايه رأيكم فيه. خلصنا كده صب في الكوبايات كلها. بعد كده هنقوم حاطينها في التلاجة
يجمد على الأقل 4 ساعات. لا ضفنا جيلاتين ولا بيض ولا احتاجنا فرن ولا أي حاجة خالص. سهل وسريع، وممكن لو انت لسه سنة أولى مطبخ هتعمليه ومش هيفشل منك خالص بالطريقة دي. تمام، خلصنا كده الفيديو بتاعنا. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشير والتعليق الحلو منكم. ولو أول مرة تشوفوني، معك أختكم سارة سعيد، ودي قناتي. يسعدني ويشرفني الاشتراك وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان ينزل لكم كل فيديوهاتي. حطيناه في التلاجة بعد 4 ساعات وزينته حتة نعناع صغيرة كده يدي شكل وميكس طعمه حلو. النعناع مع البودنج المتلج طعمه خيالي الخيال. جربوه وقولولي، ويا ريت المتابعة على البيج. بيومك أحلى مع سو، هتفرحوني وتشرفوني بتعليقاتكم. دمتم في رعاية الله وفضله.